السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شباب؟ معكم عبد العزيز. اليوم جبت لكم فيديو جديد ماينكرافت. هذه حلقة يعني غير عن كل الحلقات. هذه الحلقة راح نشرح مصنع الشيء مهم في ماينكرافت، وشيء تحتاجه مهما جلست تستخدم عالمك او جلست تلعب في عالمك راح تحتاج هذا الشيء. لحظة خلينا نرجع الشاشة، نرجع الاشياء اللي نحتاجها. طيب زي ما تشوفون قدامكم مصنع خشب وجالس ينزل خشب، وكيف وشوفوا هذه الستاكات سويناه وخلينا يشتغل. تشوفون هنا كيف اعطهم لفة عليه يا ولد سامي. تشوفون هوبر و ديسبنسر وكيف قاعد يسوي كل هذه الاشياء. راح تشوفون الحين راح نبدأ نسوي واحد جنبه هنا. طيب نبدأ. أول خطوة أول شيء الأشياء اللي تحتاجها سلاب من أي نوع تبغى أنت أو موفر لديك. نعم المهم لا تبدأ شرح، اصبر. لا تبدأ تبني، اصبر. سلاب من أي نوع تبغاه، وتحتاج ديسبنسر، تحتاج جلاس بان او بان، وتحتاج نذر بريك فينس، وتحتاج هوبر، وتحتاج لافا بوكيت، وتحتاج واتر بوكيت، وتحتاج ريدستون كومبريتر، وتحتاج ريدستون تورتش، وتحتاج ليفر، وتحتاج ريدستون. طيب يا استاذي يا اخي انت قاعد تسولف واجد. طيب اول ما تبدا تحط سلاب بلوكتين، بعدين تكسر اللي تحت وتحط فوق هنا ديسبنسر على الشكل هذا. حلو. بعدين تجيب بعدين تقدم هنا بلوكة، نص بلوكة عفوا، وتحط جلاس، وتحط جلاس هنا وتكسر هذه وتعد واحد. سامي لحظة يا خلينا نطبق على هناك. 1 2 3 4 5. حلو. الحين نرفعها بلوكتين كمان، يعني 1 2 1 2 1 2 1 2، وهنا 1 و2 كمان. حلو. طيب نجي للشيء اللي بعده اللي هو لحظة اللي هو الهوبر. وش نسوي بالهوبر؟ تجي هنا تضغط شيفت. طبعا كل شغلك الحين بالشيفت. اذا كنت بالجيم مود تبغى تحطه اضغط سبيس وشيفت مع بعض عشان ما تنزل لا ترتفع، لان السكرين السعر شفت نزلتها مع بعض يوقفك نفس المكان يخليك تضغط شيفت بعد. طيب وتحط هوبر هنا، وتحط هنا 1. لحظة. بعدين ترتفع تحط 1 هنا، تحط 1 هنا، وتحط 1 هنا. حلو. وتحط 1 هنا كمان، 1 هنا كمان، يعني 2 من تحت، بعدين ترفع واحدة وتحط 2 جنبهم. حلو. الشيء اللي بعده الحين نجيب النذر بريك فينس، نحطه على هنا. الفينس على كيف؟ لا لازم خشب، لأنه بنحط لافا فيمكن يحترق. لازم من نذر بريك، عفوا الخشب ما ينفع لأنه بيحترق. نذر بريك أو بريك أو نذر بريك فينس ما ينفع له. وهنا تيجي نحط بلوكة، او عفوا نضغط شيفت نحط بلوكة. بعدين تجيب النذر بريك فينس، تحط واحدة وتكسر هذه. هنا كان في واحدة بس كسرت، مو مشكلة. بعدين تقفل من هنا بحيث انه ما تقدر تطلع الموية اللي بنحطها بعد شوي. تقفل من جهتين، الطرفين. ايه انتبه احيانا يكون هنا تغلط، يعني تأكد. اذا تبغى تتأكد جيب لك اي نوع بلوك وجرب تحطه في الزوايا هذه بالذات، هذه الزاويتين. طيب باقي شيء واحد اللي هو تجي هنا ترفع لك كيف يشتغل سريع. عفوا تحط من هنا، لا عفوا كمان برضه تحط هنا فوق وتمدها وتكسر هذه. بعدين تجيب وقت اللافا تحطه
عفوا شيفت. لازم تطبقون الشغله بهالطريقه عشان ينجح، لان احنا جربنا باكثر من طريقه ما ضبط غير هذا. صح. نحط بوكت مويه هنا، بعدين بوكت مويه هنا، بعدين بوكت مويه فوق. اذا بديت من فوق يعني يمكن تحصل بعض المشاكل. بعدين تحط هنا بلوكة تحتها كمان، وتسوي هنا 4 في 4 او وش 4 2 في 2. تجيب ريدستون تورش تحطها، بعد نحتاج هذه ننزل الكونفرتر، تحط واحد كونفرتر كذا والثاني كذا بس للكونفرتر. هنا ريدستون تورش كذا تشتغل. ثواني بس خلنا وايد اشرح هذه مرة ثانية. تحط هنا ليفر، وتحط هنا ريدستون تورش، حلو، وتحط ريدستون كونفرتر بهذا الشكل، يعني يكون هذا الصغير من الجهة هذيك، والثاني يكون العكس، وتحط هنا ريدستون. نقطة أخيرة، قفل لحظة. نقطة أخيرة اللي هي كيف إنه يشتغل ويطلع خشب الحين. وتجيب قاربين خشبية هذه وتحطهم، وقبل لا تشغله يعني عشان يكون اوتوماتيكي، جيب لك تشست، حط التشست، تجيب هوبر، تضغط شيفت وتحطه على التشست، وتضغط شيفت من هنا تحطه على الهوبر، تضغط شيفت من هنا تحطه على الهوبر مرة ثانية. حلو. الحين تضغط شوي اخر سامي، تضغط، شوفوا تطلع القوارب تنكسر هنا ويطيح الخشب وينزل لنا هنا الخشب، تدخل هذا الهوبر في نفس الوقت، والهوبر يرجع يردها مرة ثانية ويرجع القارب مرة ثانية. هذا جلتش حاصل، هذا جلتش مو بهاك طبعا، هذا جلتش. زي ما تشوفون يبدأ الخشب يزيد عندك، يعطيك خشب وستيكس صراحة كميات هايلة. دقيقة بس، احنا نلعب على الآن على تحديث زي ما تشوفون 1.5، ما تجرب على 1.5.1، جربوا علمونا في الكومنتات ضبطات ولا ما ضبطت. نظرة سريعة ثانية عليه تقريبا. وجلتش شوفوا القارب يرجع يطلع، مع ان حطينا قاربين وانكسرت، لكن يرجع يطلع او انه يرجع ينزل، ولا انك شوف هنا يجي القارب مرة ثانية، هنا ينكسر وينزل ويرجع ومدري ايش السالفة. فيعني هو مفيد صراحة، استفيدوا منه، يعني ممكن يروح او شيء، فاستفيدوا منه قبل لا يروح. تقريبا هذا مقطع بسيط للشرح. اي شيء ما فهمتوه عيدوا الشرح مرة ثانية وشوفوه. اتمنى انه كان الشرح وافي. اي استفسار اكتبوا لنا في الكومنت، ان شاء الله راح نجاوب عليكم. كان معكم عبد العزيز وسامي. لا تنسوا لايك سبسكرايب فيفرت. شكرا على المتابعة بس. هذا اي استفسار حطوه في الكومنت. مع السلامة.